تأخير كبير أو عدم مطابقة الأعمال للمواصفات، وثم إقصاء بعض الأطراف من العمل هذا اللي كان يفترض نسبة الإنجاز راه وصلت للنصف بعد أكثر من عام. بدينا في جويليا في جوان 2022 توا، يعني هو العمل لازم يوفى في نوفمبر 2024. نحن قاعدين نتبعوا في، ولكن نسبة تأخر كبير وبطء كبير، وثم عدد من المواد اللي تم استعمالها غير مطابقة للمواصفات. ما عرفش باش يزونا الكارثة تقريبا. هو سيد الرئيس، نحن مع يعني السيدة وزيرة التجهيز يعني اللي قائمة على المشروع هذا، قعدنا عملنا العديد من يعني الاجتماعات مع المسؤولين عن المسألة. لا طبعا ما عادش الاجتماعات، حاشتنا بالانجازات بالنسبة للإنجازات، ونحن في سباق ضد الساعة. ويفترض وانه تمت الاشغال او تقدمت مش بنسبة 15%. سيد الرئيس، هو باش نقول لك شنو اللي صار الى يومنا هذا. نحن اخر مره تلاقينا يعني مع المسؤول على الاشغال هذو، واعطيناه يعني وقت اللي هو اخر نوفمبر هذا، اعطانا يعني الكالندريه بتاعه الكل، في كل يعني مرحله لازم يتمم يعني اشغال معينه. قلنا له بالنسبه لنوفمبر هذا، يعني الشهر هذا، اذا كان ما يكملش الجزء الاول اللي نحن متفاهمين عليه، رانا باش نوصلوا الى فسخ العقد، وهذا هو اللي تم. السيده وزيره التجهيز شافته توا عندها يمكن 3 ايام التالي، انا شفته كيف يعني عملنا يمكن 10 اجتماعات، والى معناته قاعدين نشوفوا، على خاطر قاعدين ديما نجيو بصفه يعني دوريه الى الميدان ونشوفوا درجه التقدم. يعني المشروع هذا هو صحيح انه ماهوش مشروع سهل، لانه مانيش نطيحوا يعني ملعب ونعاودوا نعملوا ملعب في بقعته. قاعدين ثم برشا حاجات، هو من عام 67 ثم برشا حاجات من عام 67 وقت اللي خذاوا البلغاريين الحي الاولمبي الكل. ربما الوقت اللي بناء الحي الاولمبي اقل من الوقت اللي تو قاعدين نرموا فيه في الحي الاولمبي. هذا جزء فقط الملعب، واللي هو جزء من تاريخ تونس. ولكن اللي قاعد يحصل اليوم دليل ان عديد المشاريع الاموال مرصوده، وللاسف الاعمال مفقوده او نسبه التقدم بتاعها بطيء جدا. معنا نسبه 15% بعد اكثر من عام، قريب عام ونص نسبه التقدم بتاع الاشغال. او كانت هناك دراسات، ويفترض انه اللي شارك في المناقصه وانه على علم بكل الجوانب، لان الدراسات تمت وتم الاتفاق، وكان يفترض يتم احترام الاجال اللي تم الاتفاق عليها. هذا فضلا عن عديد النقائص الاخرى المتعلقه بالمواد اللي تم استعمالها. بالنسبه لي وثم ابعاد او اقصاء جمله من المراقبين عن مراقبه هذا العمل.